بقول لك ايه؟ ايه يا ست هانم؟ انا سمعتك على فكره وانت بتتكلم في التليفون. ايه رايك ان انت تبيع لي عيل من عيالك؟ هو في حد بيبيع عيل من عياله يا ست هانم؟ لا طبعا محدش بيبيع عيل من عياله. بس انا سمعتك وانت بتقول يا رب اديني فلوس، ويا رب انا عايز ان انت تبقى غني. طب خلاص، خد كل ما املك وتديني بس حتى ضفر عيل من ولادك. على فكره، عارف الفرق اللي بيني وبينك ايه؟ ان ربنا رزقك بالبنون وما رزقكش بالمال، وانا ربنا رزقني بالمال لكن ما رزقنيش بالبنون. والمفروض ان احنا نحمد ربنا على الانعام دي كلها، لكن انت بصراحة بتبص للي في ايد غيرك. علشان خاطر كده ربنا مش هيكرمك. لازم تحمد ربنا على كل نعمة هو اداها لك. نعمة ان انت واقف على رجلك، وان انت شغال، وان انت بتشوف، وان هو رزقك باهم نعمة وهي الاطفال. على العموم، ما تبصش لغيرك، لان انت ما تعرفش، يمكن ربنا مديني الفلوس دي كلها وواخد مني اهم حاجة في حياتي. تعرف ان انا صرفت ملايين قد كده علشان بس احاول ان انا يبقى عندي ضفر عيل، ومش عارفة ان انا اجيبه. حافظ على اولادك وعيش بما يرضي الله، وربنا بيقسم الارزاق وبيدي لكل واحد رزق. خد الفلوس دي ليك ولولادك. انت بتتكلمي جد يا ست هانم؟ ايوه بتكلم بجد. انا مش عارف اقول لك ايه والله. انت ولا انت تقول عندك اي حق. حاجة ولا انا اي حاجة، انا مش عايزة اسمعك، اتفضل. شكرا يا ست هانم.